بحال هاد النهار في العشية وفي نفس هاد الحومة هادي البوليس غيدقوا في واحد الدار بالجهد وغيقول لهم البوليس واش كاين جلال. فعلا غادي يدخلوا للدار وغيلقاو جلال كيدوش، غيخرجوه من الدوش وغيمشيو للبيت ديالو وغيمشيو للصاك نيشان اللي زين على ودو غادي يحلوه. غيلقاو فيه شوية ديال الحوايج وبزاف ديال الحشيش. القصة ديالنا ديال اليوم الخوت معلقة بواحد السيد تيقولوا ليه جلال دري عنده 35 عام خدام شاف في واحد الشركة ديال الصباغة. كلشي تيقولها فيه زوينة، الناس اللي معاه خدامين معاه جيرانو وحتى عائلته، يعني إنسان محترم وطيب وكلشي كيشكروه. جلال كان كما قلت لكم هو الشاف ديال الجروب في واحد الشركة ديال الصباغة، ولكن ما عندوش مع الناس بزاف، يعني حدودي وسكوتي. عنده جوج ديال صحابو اللي كبروا معاه اللي كيسكنوا في حومته، اللي هما اللي عاشوا معاه من الطفوله ديالو حتى كبر. هاد صحابو الياس وعمر ما خدامينش، عطينا غير الدوران في الزناقي والتسكعات. واحد النهار جلال حس بان صحابو تيقلبوا على خدمه، وقال ما فيها باس بما انني انا شاف وعندي العلاقه ديالي مزيانه مع الباترون، غادي نرغب عليهم الباترون ديالي باش يدخلوا معنا للخدمه. وفعلا داكشي اللي دار، مشى عند الباترون ديالو ورغبو، قال له روح جوج ديال صحابي راه دراوش الله يعمرها دار، راه بغيت كتشوف الا كاينه شي خدمه دخلهم معايا. الباترون ديالو بما انه كيحتارمو وكيقدروه وتيعرفوا بانه معقول وخدام ديريكت، غادي يقول لي ماشي مشكل، منين انت ضامنهم وهما على حسابك جيبهم يخدموا. جلال وجاب دوك الدراري صحابو يعني الياس وعمر جاو يخدموا معاهم وجابهم نفس الجروب اللي فيه هو باش يبقاو قراب ليه. كدوز الايام وخدامين وكل شيء بخير، غير هو الياس وعمر مقلقين شويه من جلال لحقاش مزير معاهم في الخدمه، ما كيعرفش القضيه ديال صاحبي، عنده الخدمه نيشان الصحاب برا، ولكن ملي تيخرجوا للزنقه كينساو كل شيء، تيبقاو الضحك والنشاط كما كانوا برا. غير هي الخدمه، عندهم الخدمه هي الخدمه، ما كاينش الضحك. المهم واحد النهار كيجي عنده جلال، جا عنده جلال كان ناعس في دارهم، حتى كيجي عنده صاحبو الياس واحد من دوك الدراري الجوج، كيدقوا عليه الدار بالجهد. خرج عنده جلال قال لي مالك ياك لاباس، قال لي راه هو الساعه ولا راني غير مدابز مع مولين الدار. قال لي دخل بعدا جلس معايا، قال لي لا انا غادي نمشي نقلب فين نجلس، المهم مشى خلي عندك غير هاد الصاك هذا ديالي حتى نقلب فين نجلس ونجي ناخذه. فعلا دازت 10 ايام تقريبا مور ديك الحادثه، هما خدامين عادي. حتى واحد النهار جلال كيدخل لدارو ودخل الدوش باش يدوش، ملي دخل يدوش جاو البوليس كيدقوا عليه في الدار بالجهد، كيدقوا. حلات ليه امو قالت لي ياك لاباس، قال لها معاك البوليس لا لا فين هو جلال، قالت لهم راه هو في الدوش. مشاو عاوتاني كيدقوا على جلال في الدوش بالجهد، جلال سمع داك الدقان اللي كان في الباب، سمعوه عنده قريب بجهد، عرف بان شي حاجه ماشي هي هذيك، هما يقولوا ليه جلال خرج راه معاك البوليس. جلال المسكين غير سمع قضيه ديال البوليس هو يتحش ليه الماء في الركابي ما مولفش، وانسان كما قلت لكم حدودي وما عنده حتى شي حاجه اللي خارجه الاطار القانوني. فعلا خرج معاهم من الدوش، خرج غير بالفوطه مسكين. مشاو داو نيشان للبيت ديالو، بقاو تيقلبوا ما لقاو حتى شي حاجه، حتى كيبان لهم واحد الصاك. قالوا له الصاك ديالك؟ قال لهم لا هذا ديال صاحبي. مشاو قلبوا الصاك كيلقاو فيه شويه ديال الحوايج وبزاف ديال الحشيش وحتى الغبره. هنا غادي يديو جلال للكوميساريه، ما فاهم والو مسكين مصدوم والدموع كيهبطوا ليه من عينيه، والديه تا هما خلاهم مساكن مخلوعين ما عارفين شنو وقع لجلال. الدري درويش ما عمر دار المشاكل وما عمر شي واحد تشكى منه. وملي غيديو جلال للكوميساريه وغادي يدخل غيلقى صحابو الياس وعمر سابقينو وجالسين تمايا، وغيقول مع راسو الحمد لله بعدا كاين الياس والصاك، راه غادي يبرأني وغادي يقول لهم بان الصاك راه ديالو ماشي ديالي. ولكن المفاجاه كانت بان ملي شافوه قالوا ليه الشاف راه هو هذا الشاف ديالنا، هذا هو اللي كيجيب لنا السلعه وتيقول لنا فرقوها، وداكشي اللي شديتو عندنا حنا راه غير شويه، وهذا هو الباترون ديالنا اللي فين ما كتسالينا السلعه كنمشيو عنده. جلال مسكين غيتصدم داكشي اللي سمع، قال او كيفاش انا الشاف وانا غير صاحبهم وانا اللي دبرتهم على الخدمه وداير فيهم غير الخير، والصاك جابوا لي قال لك راه مدابز مع دارهم. المهم تخربقوا عليه الامور ما بقى عارف والو. البوليس ما كيعرفوش الهضره ديال انا بريء ما داير والو، البوليس كيعرفوا الادله، يعني الصاك لقاو عند جلال في الدار ديالو يعني راه هو المتهم الاول والاخير. ولكن الدار ديال جلال والديه مساكن بقوه الحرقه اللي تكوا بها على ولدهم، مشاو بغاو يديروا محامي لولدهم، ولكن المحامي طلب لهم بزاف ديال الفلوس هما ما عندهمش. مشاو عند الباترون ديال جلال وعاودوا ليه شنو طرا لجلال، وقالوا لهم انا ما سوقيش، انا داك السيد كندير فيه الثقه هو ما صدقش، تيبيع لي الحشيش في وسط الخدمه ما غنعقلش عليه. صافي فوضوا امرهم الله، ودازت الجلسات الاولى، الجلسه الثانيه، الجلسه الثالثه، تبجات القضيه على ضد جلال، وما يعطيو 10 سنين ديال الحبس، 10 سنين ديال الحبس ما داير فيها مسكين والو لا بيديه ولا برجليه. والياس وعمر اللي كانوا كيتسماو غير كيبيعوا تحت منه يعني قل منه، عطاهم 5 سنين 5 سنين. هنا ملي دخلوا للحبس وجالسين في بيت واحد كما تيقولوا في الزنزانه، تيحاول جلال غير يتقرب منهم باش يعرف علاش داروا ليه بحال هكا، علاش هو دار فيهم غير الخير كما قلت لكم، شنو السبب اللي خلاهم يتصرفوا معاه تصرف، ولكن هما بان ما عندهمش باش يواجهوه بداو كيختلقوا المشاكل باش يفرقوهم، باش يحيدوهم من داك البيت اللي فيه هوايا. فعلا نجحوا انهم يتفرقوا، ما بقاوش معاه باش يتهناو منه، ما بقاش زعما عندهم الضمير ديالهم.
ضربوا 4 سنين، جا إلياس وعمر هما يخرجوا بالعفو، يعني نقصوا ليهم عام، بقى مسكين جلال بوحدو في الحبس. ولكن ملي خرجوا إلياس وعمر ما عندهم ما يدار، يعني ما تعرفوا لا يخدموا لا والو، رجعوا لعادتهم القديمة. البوليس بقاو حاضنهم، عارفين دوك الناس راه كانوا تيبيعوا، يعني ملي كتخرج راه غيبقاو حاضيينك. هما ما عارفينش هاد القضية ولا عماهم الله، رجعوا السيمانة الأولى من بعد ما خرجوا من الحبس رجعوا تيبيعوا عاوتاني. هما يتشدوا متلبسين بواحد الكمية ديال الحشيش كما قلت لكم وديال الغبرة عاوتاني. هما يقولوا لهم البوليس واجيو دابا، شكون دابا اللي كان كيجيب لكم هاد السلعة؟ ياك صاحبكم اللي كان جاب لكم السلعة المرة الأولى اللي قلتوا لينا جلال راه مشدود راه باقي في الحبس، ملي كتجيكم نتوما هاد السلعة دابا؟ هما ديك الساعة جلال إلياس وعمر قالوا شحال خدنا نبقاو مخبين على هاد الباترون، واش حنا نخافوا منه؟ وحنا راه مشينا دوزنا ديجا 4 سنين ديال الحبس وصيفطنا صاحبنا مسكين اللي ما دار والو، راه نقولوا شكون اللي كيعطينا هاد الحشيش وهاد السلعة هادي، واللي ليها ما عنده ما يدير لينا. وبالفعل بعد ما إلياس وعمر كيعطيو للبوليس المعلومات الحقيقية والكاملة على المزود الحقيقي اللي كيعطيهم السلعة، مشاو البوليس من بعد ما خداو الإذن من النيابة العامة وتوجهوا للمنزل ديال هذاك المتهم اللي عطاهم المعلومات عليه، وكيقتحموا المنزل ديالو وكيلقاو واحد الكمية مهمة بعد التفتيش ديال المخدرات، لقاوها في البيت ديالو. وتما شدوه وجابوه للكوميسارية وواجهوه بهاد المعطيات هادي. قالوا ليه واش كتعرف واحد السيد تيقولوا ليه جلال؟ قال لهم انا راه كنخدم مع الناس بزاف وما الاسماء ما كنعرفهمش، لحقاش الاغلبيه اللي كيدخل لهذا الميدان هذا ما كيعطيش الاسم الحقيقي ديالو، ولكن انا ما كننساش الوجوه، يعني اي واحد خدمت معاه ولا خدم معايا راه كنعرفو في وجهه. يعني الا شفت السيد راه نقدر نقول لكم واش كنعرفو ولا ما كنعرفوش. البوليس كيمشيو عند جلال من الحبس وكيجيبوه باش يواجهوه مع هذا السيد المزود اللي نكر بانه ما تعرفوش حيت ما عمره اصلا شافه. يعني قال له ما تنعرفش هذا السيد هذا. البوليس هنا غادي يعرفوا بان القضيه الاولى كانت غير من نسج ديال الياس وعمر، هما اللي زرفوا صاحبهم ورطوه في هذه المساله، بغاو يبعدوها، بغاو يخبيو على هذا الموزع الحقيقي. هنا عاوتاني البوليس عاودوا فتحوا القضيه من جديد ووجهوا الملف ديالهم للمحكمه اللي اقتنعات بالبحث ديال الضابطه القضائيه يعني ديال الشرطه، وحكمات على جلال بالبراءه، وحكمات على عمر والياس والموزع ب 10 سنين 10 سنين 10 سنين ديال الحبس نافذه. زادتهم 10 سنين من بعد ما كانوا يلاه خرجوا بواحد السيمانه تقريبا. شوف العمليه كي دايره. هنا جلال ما غاديش يكتفي بالبراءه ديالو، ولكن غادي يرفع دعوه ضد الياس وعمر باعتبارهم انهم سبوا ليه في واحد المده زمنيه طويله في السجن، وضيعوا ليه خدمته وضيعوا ليه المستقبل ديالو وشوهوه، يعني بزاف ديال المعاناه اللي قاساها بسببه. هنا غادي يطلب التعويض المادي جراء هذيك المده كامله، هذيك العقوبه الحبسيه اللي كان دوز. غتقتنع المحكمه بالطلب ديالو وغتخرج ليه واحد المبلغ مالي مهم اللي غادي من بعد ما غادي يشدو غادي يمشي يبدا فيه واحد المشروع صغير في الصباغه. حيت جلال كما قلت لكم ديك المده اللي دوز في الحبس مشى دار التكوين ودار التخصص ديالو نيت في الصباغه، وجا خدا واحد الشهاده عليا وعلى الاقل واحد الشهاده لا باس بها في التخصص ديالو اللي هو كما قلت لكم الصباغه. المهم بعد ما خرج دار واحد المشاريع صغيور وخدم ليه مزيان وصدق ليه، بما ان جلال الانسان معقول وظريف وكل شيء تيبغيه، صدق ليه المشروع ديالو خدام مزيان وتزوج ودار وليدات ونسى داك الشيء كاع اللي كان داز عليه داك الماضي. هنا بغيت نوريكم الخوت باش تعرفوا هذه القصه هذه سبحان الله راه واخا قصيره ولكن راه قصه واقعيه 100%، وكتبين لنا بان الثقه ما بقاش بين الصحاب، وان باش تقول هذا صاحبي غنثيق فيه 100% راه ما كايناش. هذا راه كيبين بانك انسان غبي لحقاش ما يمكنش تثق بصاحبك 100%. وكما شفتوا الخوت جلال هادو صحابو اللي كبروا معاه من الصغر، يعني راه واحد المده طويله اللي دوزوا معاه ولاد حومته اللي كانوا كيلعبوا معاه حتى كبروا، حتى دار فيهم غير الخير حتى خدمهم، وشوفوا الجزاء ديالو كيفاش داير. ايوا الخوت نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذه القصه هذه وخديتوا منها العبره، ونتمنى انكم ديروا لنا واحد لايك للفيديو وديروا لنا واحد البارطاج وتابوناو اللي ما مابونيش باش يبقى يوصلكم كل جديد. ونتمنى لكم الخير وتهلاو في راسكم، والسلام عليكم.